البيت. النهاردة هنعمل قالب الكيك، هنعمله بالشوكولاتة أو بالكاكاو، وهنعمله سادة. اللي لسه ما اشتركش في القناة رجاء الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم منا كل جديد. هنبدأ على بركة الله. هجيب قلب الكيك هدهنه بالزبدة وأبدره بالدقيق. عندي المكونات: 5 بيضات، معلقة بيكنج باودر، 200 جرام سكر، 250 جرام دقيق، 250 جرام زبدة، رشة صغيرة ملح، ومعلقة فانيليا أو كيس فانيليا. هنضرب الزبدة وهضيف عليها السكر وهضرب الاتنين مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي. بعد كده هضيف الفانيليا وهضيف البيض. كل بيضة وتتضرب لوحدها، كل بيضة هنزلها هضربها لوحدها وبعدين اللي بعدها وهكذا. يعني هنزل البيض واحدة واحدة. هنزل الجناب وهضرب تاني عشان كله يختلط مع بعضه. على فكرة كمية السكر اللي أنا حطيتها هنا 200 جرام دي مناسبة جدا. بحب السكر هادي، اللي عايز يزود السكر يزود. خلاص خلصنا المضرب. هحط البيكنج باودر على الدقيق وهقلب، وبالمصفى أو بمنخل أو أيا كان اللي عندك، وهتنزلي شوية شوية، وكل شوية تنزليهم أو كل شوية هننزلهم هندريهم بالسباتول لحد ما يختفوا، وبعدين اللي بعدهم وهكذا لحد لما نخلص كمية الدقيق كلها. كأنك بتنزلي معلقة معلقة، بس بتدخليه الأول عشان يدخل الهواء فيه، وتتأكدي إن البيكنج باودر اختلط مع الدقيق كويس. هاخد شوية من الخليط بعد ما خلصنا، هحط عليهم 20 جرام من بودرة الكاكاو، ما يعادل معلقة كبيرة. كده الخليط أصبح جاهز. هجيب القالب اللي أنا بدرته بالدقيق والزبدة، دهنته زبدة وبدرته دقيق، وأحط من تحت طبقة أبيض وفي النص طبقة بني، وبعدين من فوق الوش طبقة أبيض تاني. هظبط السطح بتاع قالب الكيك. هخبط عشان لو في فراغات او حاجه اخبطه كده في الارض، عشان لو في فراغات او في حاجه مش مظبوطه في السطح تتظبط. هدخله الفرن، بيقعد من 40 ل 45 دقيقه. وده الخليط التاني بتاع الكيك الساده، انا عملته نفس المكونات هي ما عدا الشوكولاته او بودره الكاكاو. هفضي الخليط في القالب وهظبطه. وهدخله الفرن. وده القالب اللي خرج وخلص الاول بعد ما برد، قطعناه بالشكل ده. وده القالب التاني لسه سخن، هنسيبه لما يبرد. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.